السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حلقة جديدة على قناة اليوتيوب. في البداية أحب أرحب بجماهير المارد الأحمر. بتمنى من كل يشوف الحلقة يعمل لايك وشير واشتراك في القناة ويفعل زر الجرس ليصله كل جديد عن النادي الأهلي، ولينك صفحتي على الفيسبوك عندك في أول تعليق مثبت. لو مش متابعني اعمل لي متابعة. بتمنى من كل يشوف الحلقة النهاردة يكملها للآخر. عندنا كلام مهم طبعا. ما ننساش إن النهاردة ليلة المباراة، مباراة نهائي دوري أبطال أفريقيا، مباراة مهمة، مباراة مرتقبة، كل الناس مستنياها، كل الناس عايزة تشوف ايه اللي هيحصل بكرة في المباراة. بس انا كنت عايز اوصل لكم او اطمن جمهور النادي الاهلي، لان بعض التصريحات اللي حصلت في المؤتمر الصحفي للمدير الفني للوداد المغربي، والتصريحات بصراحة متهيألي انها تطمنا شوية. وانا الصبح عملت حلقه على التصريحات اللي عملها المدير الفني مارسيل كولر، المدير الفني للنادي الاهلي، ودلوقتي هقول لكم التصريحات المدير الفني لنادي الوداد. والتصريحات دي بصراحه انا لما شفتها وقريتها اطمنت، لان التصريحات دي بتفكرني بالتصريحات بالناس اللي هي مهزوزه ومش عايزه تبان انها مهزوزه او خايفه. بتفكرنا بالتصريحات اللي كانت بتطلع في كل مباراة مهمة للنادي الأهلي، سواء في الدوري أو في أفريقيا. تصريحات واخدين عليها لو الأهلي هيلاعب مثلا الزمالك أو هيلاعب بيراميدز. تصريحات بتطلع من مجالس الإدارة والإعلام المنافس، بتخليك تطمن لو بشكل جزئي، لأن التصريحات دي يعني بتبين مدى توتر الفريق المنافس اللي هيقابلك. يعني مثلا في تصريح قاله المدير الفني للوداد، بيقول: لا اظن ان الاهلي شكل خطوره في مباراه الذهاب. يعني ده بيقول ان هو بيقول ان الاهلي ما شكلش خطوره عليه في مباراه القاهره، يعني عكس اللي حصل تماما. ده بيبين ايه؟ بيبين ان هو متوتر، بيقول عكس الكلام او عكس الاحداث اللي حصلت. مع اننا شفنا ان مباراه الذهاب كان الاهلي في الشوط الاول مستحوذ بنسبه 75%، وان الشوط الثاني بس هو اللي الوداد مسك فيه كوره. ولولا الهزه بتاعه الهدف اللي دخل في مرمانا في القاهره، يعني لولا كده كنا هنخش المباراه بقلب جامد شويه عن كده. بس طبعا احنا واثقين في فريقنا وواثقين في الجهاز الفني. بس معنى الكلام المدير الفني للوداد لما يقول كده، ده معناه ان هو متوتر، يعني او تحس ان هو خايف. بص بقى التصريح ده بيقول لك: الفريق الذي سيرتكب اخطاء اقل هو الفريق الذي سيحقق الفوز باللقب. ده برضو تصريح قاله المدير الفني للوداد، وبرضو بيبين مدى توتره. بيقول ان الضغط ليس على الوداد، بل الضغط على الاهلي. ليس لدينا اي شيء نخسره، لذلك ليس علينا ضغوط، ولم نعاني من اي ضغط في لقاء الذهاب، ويمكننا تكرار الامر في العودة. يعني الراجل بيقول ان احنا ما اتضغطناش في المباراة الاولى، وفي المباراة الثانية احنا ما عليناش ضغط، احنا مش خسرانين حاجة. فبالتالي ان هو بيشيل الضغط من لعيبته. بس ده برضو بيبين التوتر اللي فيه المدير الفني للوداد. ومعانا كمان تصريح من المدير الفني للوداد بيقول: لا نعلم طريق لعب الاهلي غدا. حتى الان الفريق لعب امام الرجاء في المغرب بشكل دفاعي، وبنفس التشكيل لعب امامنا في القاهره ولكن بشكل هجومي. ده معناه ان هو بيقول لك ان الاهلي هو مش عارف الاهلي هيلعب ازاي، لان نفس التشكيل ده لعب مع الرجاء بس لعب بشكل دفاعي. هو تقريبا بيتكلم على ماتش العوده في الرجاء اللي انتهى 0-0، ولعب بنفس التشكيل في ماتش القاهره بتاع الوداد بنفس التشكيل بس بشكل هجومي.
وهو على كلامه بيقول ان هو مش عارف هيلعب هجومي ولا دفاعي. ده معناه ايه بقى؟ ده معناه ان الراجل ده يعني متوتر. وكمان في تصريح طلع من الصحف المغربيه بيقول ان المدير الفني للوداد المغربي لو كسب المباراه بتاعت بكره لا قدر الله هيخش موسوعه جينيس. ليه بقى؟ لان هو من ساعه ما مسك الوداد لغايه دلوقتي ما كسبش ولا مباراه. اتعادل مع سان داونز في المغرب، وتعادل مع سان داونز في جنوب افريقيا، واتغلب من الاهلي في القاهره. تخيلوا. هيبقى يعني الكلام ده، يعني لما تقولوا الصحافه المغربيه هل بتقلل من قيمه المدرب ولا بتديله حافز انه يكسب المباراه؟ لما تطلع الصحافه المغربيه تقول ان المدير الفني لو كسب هيخش موسوعه جينيس لانه من ساعه ما مسك ما كسبش ولا مباراه، ودي اول مباراه في دوري ابطال افريقيا يكسبها، ولو كسبها هيحصد البطوله، فبالتالي هيخش موسوعه جينيس. ده الاجواء دي والحاجات اللي احنا بنسمعها دي. والراجل ده قبل ماتش الاهلي في القاهره كان بيمجد في الاهلي، كان بيقول كلام على الاهلي ان النادي الاهلي كبير والنادي الاهلي عظيم. بس بعد المباراه بقت تصريحاته كتيره وغريبه، وعشان كده انا بطمن جماهير المارد الاحمر، لان التصريحات دي بتدل على توتر المدير الفني، فبالتالي اللعيبه نفسها كمان هتبقى متوتره. وهو لو لعب بنفس الطريقه دي في زي ما لعب في المباراه بتاعت القاهره، الاهلي هيبقى مذاكر اللعيبه ومذاكر التحركات وعارف هيبتدي منين وهينهي منين وامتى يهاجم وامتى هيدافع. لان الملخص او الخلاصه بتاعت المباراه احنا عايزين نطلع بنتيجه ايجابيه تخلينا نصعد نحصد اللقب وناخد ال11 ان شاء الله يوم 11. وانا متفائل جدا وكل جماهير الاهلي متفائله. كل ده بيبان من تعليقات الناس على الفيس وعلى اليوتيوب. كل الناس ان شاء الله بتقول يا رب ان شاء الله يوم 11 البطوله ال11 نحتفل كلنا بالبطوله الغاليه، البطوله اللي هتسكت وتخرس ناس كتير، مع ان ما توقعش ان هم هيسكتوا او يخرسوا. برضه هيطلعوا علينا ويقولوا ده كسب بالحظ او كسب ب... بالخ... ب... 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 بالتحكيم، مع ان كل ده بيحصل عكسه. بنشوف ظلم تحكيمي في المباراه الاولانيه، وده اللي ركز عليه المدير الفني للنادي الاهلي في المؤتمر الصحفي كذا مره، وبيقول انا بتمنى ان احنا نخوض المباراه بعداله تحكيميه، لان لو حصل حاجه لا قدر الله في المباراه بالنسبه للتحكيم هتبقى مصيبه. فانا كل خوفي في المباراه دي مش من لعيبه النادي الاهلي ولا من الجهاز الفني ولا من اي حاجه، انا كل خوفي وقلقي من التحكيم. فربنا يستر وان شاء الله خير. ان شاء الله بكره هنطلع بعد المباراه على طول هنحتفل كلنا ونقول مبروك للاهلي بطوله افريقيا ال11. وبكده وصلنا لغايه نهايه الحلقه. بتمنى من كل يشوف الحلقه يعمل لايك وشير واشتراك في القناه، ونتمنى دعم جماهير المارد الاحمر. وطالما فتحت الفيديو ما تبخلش علينا باللايك والاشتراك، لان القناه لسه جديده، وزي ما قلت ان قناه المارد الاحمر للاهلي وللاهلاويه. سلام.